الحالة الاجتماعية. هنالك أيضا يعني تحدي اقتصادي، لأن البلاد في حالة صعبة حتى لا نقول شيء آخر، ومن الضروري الخروج منه إلى استجلاب الاستثمارات الأجنبية والاستثمارات الوطنية. ولكن الاستثمارات هذه لا يمكن جلبها إلا إذا ما خلقنا المناخ الملائم لذلك، والمناخ الملائم للاستثمارات غير متوفر الآن. ومن المسائل التي تأثرت بها أني تقابلت إلى مستثمر أجنبي كبير ووعدني بقيامي باستثمارات هامة في تونس، لكن بعد مدة ما راعني إلا أن استمعت أن هذا الاستثمار وقع في بلد شقيق ونحن لا نحسد هذا البلد. لكن لماذا؟ لأنه قال أني لم أجد المناخ الملائم لهذا الاستثمار، وهذا الاستثمار كان يعني قيمته 557 مليون أورو باش يشغل من 5000 إلى 50,000 معناها حسب التدريج، وهذا ما وقعش في تونس.